مفيش حاجة تخليك تبطل سجاير أبدا، ده انت وهي صحاب. طب تفتكر هي السجاير مضرة ولا انتوا صحاب بجد؟ الإجابة هنا انت ودماغك. طب هو انت كنت تعرف انه السجاير من أسرع المواد اللي بتخليك تدمن بسرعة؟ طب انت عارف انه من أكتر المواد المسببة للموت هي السجاير؟ طب انت عارف ان اصلا السجاير بتوصل للمخ في خلال 7 ثواني؟ هو انت كنت تعرف انه من اكتر المواد المسببة للادمان هي السجاير؟ طب انت عارف انه على حسب دراسة علمية انتشرت في مجلة ذا لانست كانت بتتكلم انه السجاير من اكتر المواد المسببة للادمان في العالم، وان هي اكتر ضرراً كمان، يمكن هي اكتر ضرر من الهيروين لان هي اكتر انتشاراً، والاكتر كمان ان هي بتشتغل على المستقبلات العصبية في المخ في اول 7 ثواني بعد اول نفس. طب انت كنت عارف ان الجرعة اللي موجودة في سجارة واحدة بس لو اتحقنت في الوريد زيها زي الهيروين يمكن تقدر تقتل شخص بالغ كمان؟ وده على حسب اللي انتشر في المجلة. شوف انت بقى، طبعا انت وانت بتسمعني هتقولي بس انا ما ادمنتش السجاير ولا حاجة وانا اقدر كمان ابطل في اي وقت، بس انا اتحداك انك اول اصلا ما تفكر تبطل انت اول واحد هتعرف انك عاجز عن ده، لان الموضوع مش سهل خالص. بس إيلين كار اللي عمل كتاب الطريقة السهلة للإقلاع عن التدخين حب بقى يبسط لك الموضوع ده، لأن هو نفسه كانت عنده نفس المشكلة وكتب لك خطوات تخليك تبطل التدخين. وبصراحة أنا مش جاية أقولك إن التدخين وحش ولا حاجة، لأن أنت نفسك عارف ده ومع ذلك أنت بتشرب. ولو قلتلك إن أنت أدمنت أنت نفسك هتقولي إن أنت ما أدمنتش، بس مع أول تجربة هتفشل، بس بعد ما تسمع بقى الكتاب هتحس حاجة تانية. أنا مش جاية أقولك إنه السجاير وحش، إحنا اتفقنا، أنا بس جاية أقولك إيه الوهم اللي في دماغك اللي أنت حطيته وعايش فيه. أولاً أنت أول ما بتشرب السيجارة النيكوتين بيجري في دمك أسرع من الهيروين، فيبدأ مخك يقولك شكراً على الجرعة إياها، وأول لما تبدأ تقل في الدم يبدأ دماغك تزن عليك، ها يا عم فين النيكوتين اللي كان مظبط لنا الدنيا؟ فترجع تاني تشرب تاني وهكذا، وخش بقى أنت في الدايرة إياها. أنت بقى النيكوتين اللي سايق دماغك، مش أنت اللي سايقها. أنت أصلاً زرعوا في دماغك من وأنت صغير إنه السجاير حواليك في كل مكان، لأنك لما بتتفرج على فيلم تلاقي البطل أول لما اتضايق راح شارب سيجارة، وكل إعلان شيك بتاع برفيوم واقف فيه ولد ماسك سيجارة، فعرفوك إن السجاير يعني شياكة، يعني راحة، يعني أمان، يعني ثقة، يعني رجولة. والحقيقة بقى هنا إنه السجاير يعني إدمان، يعني سم، يعني موت، وملهاش علاقة بالرجولة تماماً، عشان بس الصغيرين اللي فاكرين إنه السجاير رجولة، ملهاش علاقة تماماً. في واحد يقولي طب ما نخففها، يعني مش لازم نقطعها. أنا عايزة أقولك أنت لما بتخفف السجاير أنت بتزود نسبة متعتك بيها وبتتمسك بيها أكتر، لأن أنت في كل سجارة بتاخدها بتحس قد إيه هي ممتعة بعد لحظة شقاء طويلة أنت كنت قاعد فيها من غيرها، فتحس إنك متمسك بالسجاير أكتر. ده هو الوقت اللي بنبسط فيه وأنا بدخن، فتلاقي نفسك جسمك ماسك في السجاير أكتر، وهو ده الوقت الممتع بالنسبة لنا. هتقولي طب ما هو في سجاير اللي هي في لبان اللي هو النيكوتين، وفي حاجات بنستبدلها بالسجاير. هقولك هم ضحكوا عليك على فكرة، هم حطولك النيكوتين خام فحضرتك بتتناوله بطريقة أشرس من إنك تشرب سجاير. الحل هنا أنت مش عايز تشوف. اعملي لايك وشير وكتير. بص بقى يا سيدي، احنا كلنا بنخاف من اعراض الانسحاب، يعني لما بيكون في حاجة في حياتنا بنحبها زي السجاير فبنخاف من اعراض انسحابها، بنخاف قوي نبطلها لاننا بنحس ان احنا هنبطل ليه ما احنا مبسوطين. بس انا هقولك طريقة سهلة تخفف اعراض الانسحاب دي. اولا انت هتحس دايما بشعور التوتر والقلق والزهق لانك قاعد من غير الحاجة اللي كانت بتسليك وبتسد فراغك واللي انت كنت واهم نفسك ان هي بتخليك مش قلقان ولا متوتر. فهنا بقى الحل انك تمشي كتير جدا وتلعب رياضة كتير جدا، تشرب مية على قد ما تقدر، وتحاول انك طول الوقت تسحل دماغك في حاجة تانية. يعني اول لما دماغك تقولك احنا عايزين سجاير، سجاير ايه يا عم احنا مش فاضيين، تعالى هننزل نجري حالا، فلازم تبطل السيجارة بس بنشاط ونشاط سريع، ولازم تلهي نفسك وتهد جسمك طول الوقت. هنا بقى اعراض الانسحاب هتبقى اقل،
طب جرب بقى تخش كمان تاخد دش ساقع، فتخض جسمك وتحس بقى إنه الألم أقل، والرعشة والحاجات اللي انت هتبقى حاسسها دي هتبقى أقل بكتير. فكل أعراض الانسحاب هتقل. وكل يوم اكتب انت مبطل قد ايه، ساعتها هتحس بالإنجاز. فتقول لدماغك احنا هو بنتكافئ، بص احنا أبطال ازاي، احنا بقالنا 5-6 أيام ما شربناش، وهكذا. الحاجات دي بتحفز الدوبامين وهتخليك مع الوقت تنسى السجاير خالص. طيب ما أنا مش لاقي حاجة أعملها، أنا كنت بشرب سجاير وأنا قاعد بقرأ كتاب، وأنا قاعد بتفرج على فيلم. هقولك بقى استبدلها بمشروبات أو بحاجة بتحبها أو بخضار. خش أقطع لك شوية جزر وشوية خيار واقعد اتفرج على فيلم. فكك بقى من جو إنك تستبدلها بلب والبان وبونبوني والكلام ده، بس حاول إنك تستبدلها بعادة صحية. ومع الوقت والاستمرار لو قعدت كده 3 أسابيع هقولك مبروك عليك نفسك، لأنك ساعتها هتبقى بطلت سجاير. واوعى تبطل عشان أي سبب تاني. السبب الوحيد اللي يخليك تبطل إنك بتشرب سجاير وإنت موهوم، بتاخد جرعة أكبر من الهيروين تماماً تمشي في جسمك وإنت بتقول لنفسك أنا مش مدمن. فإنت اللي بنيت عندك الوعي ده. وعشان كده أنا بقولك حاول إنك تبطل، وحاول إنك ما توهمش نفسك تاني ولا تبيع لنفسك الوهم. ولو وصلت لهنا فأنت كسبت نفسك وكسبت صحتك وكسبت فلوسك. وتعملي لايك وشير وكتير، واكتب لي في الكومنتات هقولك حيل نفسية أكتر هتساعدك تخليك تبطل السجاير وإنت عندك مرونة نفسية، وهخليك كمان إنك تحس بطاقة إيجابية طول الوقت. اكتب لي بس انت، ولايك وشير وكتير، وبس كده. دمتم سالمين، دمتم متعافين. باي باي.